السلام عليكم. كتير مننا بنستخدم العطور يا جماعة، ولكن ما بنعرفش شخصيتنا العطرية ايه. بمعنى انا بستخدم عطر براندات كتير جدا بيستخدمه نفس الناس بتستخدمه. انت بتستخدم عطر او انت بتستخدم عطر، طبعا كل الناس بتستخدمه. لكن هل في عطر يكون مخصص جدا ليك؟ يعني عطر ده لما بتيجي تلبس العطر كده فعلا شخصيتك. هو ده اللي انا بعلمه للناس، هو ده اللي انا بقول لك عليه او بقول لك عليه، ان ازاي تعرف شخصيتك العطريه من شخصيتك. من اجابه عن بعض الاسئله هتعرف شخصيتك العطريه. انا هسيب لك في وصف الفيديو باذن الله ازاي ان انت تعرف شخصيتك العطريه. بعد ما تعرف شخصيتك العطريه هيجي لك التحليل ده طبعا مهم جدا ان انت تاكد الايميل، وغالبا الرساله اللي هتجي لك ممكن تلاقيها في الرسائل المزعجه. بعد ما تاكد الشخصيه بتاعتك هتيجي بقى هنا على القناه عشان تتعلم ازاي ان انت تصمم عطر يكون خاص بيك انت فقط. يعني العطر اللي احنا هنصممه هيكون خاص بالشخصيه بتاعتك، وطبعا هيكون فيه اقتراحات للزيوت العطريه اللي تكون موجوده فيه. النهارده انا هتكلم على الشخصيه الرياضيه. كتير مننا سواء رجال او نساء بيحبوا ان هم بيحبوا الرياضه ويحبوا طبعا الجري وكده. بس هل فكرت ان انت بعد ما تمارس الرياضه يكون لك عطر يكون منعش كمان، يدي لك نشاط ويدي لك قوه؟ العطر ده انا حاولت بقدر الامكان ان هو يكون عطر يونيسكس، بان يكون رجالي ونسائي. طيب العطر ده هنستخدم فيه ايه؟ هنستخدم فيه الليمون. طبعا الليمون ليه افتتاحيه مميزه. آه كمان هنستخدم زهره الفاونيا. تمام. كمان هستخدم الهيديون. والهيديون هنا يا جماعه انا عايز اربط بين القاعده العطريه ووسط العطر، وهو ده التميز، ان ما يكونش العطر يفصل عن بعضه. طبعا انا اتكلمت عن الحاجات دي كتير جدا في القناه عندي هنا. لو انت اول مره بتشرفوني يسعدني دلوقتي ان انت تنضم عشان يجي لك كل شيء مميز في الزيوت العطريه، وكمان تعرف ان انت تصمم عطر خاص بيك بنفسك. يعني كمان هنستخدم في التصميم ده هنستخدم كشمير مسك. كشمير مسك من القاعده العطريه اللي بتكون مميزه جدا، اللي بتدي ثبات وبتدي فوحان للعطر. طبعا احنا هنا بنستخدم الليمون. الليمون بيدي لك انتعاشه. الانتعاشه دي مهم جدا كمان، ان انت لما بتيجي تستخدم عطر بينتعش معاك بيكون فتره طويله جدا بيكون معاك. العطر ده بيكون مميز جدا معاك. طيب خلينا نبتدي سريعا جدا. هناخد 10 قطرات. انا هنا يا جماعه بستخدم بالقطرات مش بالميزان، عشان هنا انا بعلم الناس وبعلمك ازاي ان انت تستخدم العطر يكون عطر يكون بالنسبه لك مميز، وفي نفس الوقت انت ببساطه تقدر ان انت تشتري الزيوت العطريه دي، وتقدر ان انت تصمم بدل ما تشتري عطور بالافات الريالات او الجنيهات. تقدر ان انت تصمم كل يوم عطر. لو انت حابب ممكن تصمم العطور دي وتهديها لحد، يعني شيء يكون مميز جدا. طيب انا بالنسبه لي هنا طبعا انا هسيب لك في وصف الفيديو باذن الله برضو منين تقدر ان انت تجيب الزيوت العطريه، او منين انا جبتها، عشان برضو تبقى معايا واحده واحده تقدر ان انت تستخدم الزيوت العطريه وتقدر تصمم العطر بتاعك بنفسك. طب يا جماعه بص كده، لو طبعا الكاميرا ان شاء الله جايباني. طيب اللي انت تستخدمه دايما زي ما انا بقول كاسه صغيره كده ولا ازازه صغيره كده، تقدر ان انت متوفره تقدر تجيبها من اي مكان، سواء ما عندك في ناس متخصصه في بيع العطور، او كمان تقدر ان انت تجيبها من على امازون، سهل جدا. طيب سريعا جدا هناخد 10 قطرات من الليمون. ليه هنا الليمون 10 قطرات؟ لان الليمون انا عايزه افتتاحيه يقعد معاك فتره. الليمون لما بيقعد معاك فتره بيدي لك ريحه انتعاش كويسه جدا. طبعا ريحه الليمون بتكون ريحه فواحه منعشه، بتكون مميزه. الكاسه لازم تكون نظيفه يا جماعه، والمصه دي استخدام مره واحده، مهم جدا برضو ان انتوا تعرفوها. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، 10 قطرات. الموضوع بسيط جدا. الموضوع مش محتاج الافات الدولارات ولا الافات الجنيهات ولا الافات الريالات ايا كان انت بتتابعني منين. الموضوع محتاج ان انت تاخد من وقتك دقيقتين. الموضوع فعلا يستاهل.
يستاهل فعلا ان انت يستاهل فعلا ان انت تضحي وان انت تصمم العطر بتاعك بنفسك. وكمان انا هسيب لك المصادر عشان في ناس تقول لك لا انا ما اقدرش ان انا اجيب الزيوت العطريه. لا، الموضوع سهل جدا يا جماعه. طيب، هنا احنا هنحط كمان الفاونيا. الفاونيا انا عايز احط فيها كام؟ 8 قطرات. على فكره القطرات دي انا حاسبها، يعني انا بس بقول لك عليها، بس انا حاسبها كقاعده عطريه وسط عطر ومقدمه العطر، وانا عارف نتيجه العطر هتطلع تكون ايه. يعني هو ده العطر اللي انا عايز اوصله لك، وهو ده اللي انا عايز اعلمه لك. طبعا بعد ما تستخدم مره واثنين وثلاثه من الزيوت العطريه تبدا تفهم الزيوت العطريه انهي اتجاه تقدر تضيف قطره، تقدر توسع القاعده العطريه، ممكن تضيف عطر بالنسبه لك زيت تاني، ممكن تقلل منه. الموضوع سهل جدا يعني. ثلاثة، أربعة. طبعا اللي عايز يتعمق اكتر انا شرحت في فيديوهات طبعا بالميزان، بالجرامات. تقدر ان انتوا تشوفوه برضو في القناة، مهم جدا. وفي قناة برضو هسيب لكم الرابط بتاعها، برضو بقدر اشرح فيها بشكل منفصل الزيوت العطرية، ويعني تعمق اكتر يعني. طيب، انا بس عايزك تفهم حاجة. الفيديو اللي انا هحطه هنا هو للربط بين الزيوت العطرية، وده شيء مهم جدا زي ما انا وضحت. طيب، هحط منه 6 قطرات من الفيديو. طبعا وارد جدا ان انت تغلط غلطة قطرة زيادة يعني، عادي. ده وارد يعني. المهم ان العطر يمتزج معاه. طيب، الكشمير مسك. الكشمير مسك احط منه. طبعا انا جنب المصات دي يا جماعه، المصه دي لازم تغيرها على طول، ما ينفعش ان انت تحط عطرين في حاجه واحده. طيب، هنا انا احط برضو 6 قطرات. واحد، اتنين، تلاتة، ستة. العطر بسيط. هو دلوقتي احنا بنتكلم في 4 زيوت عطريه، 4 زيوت عطريه آه، كقاعده عطريه ووسط عطر ومقدمه العطر. كمان انت ربطت بينهم بين الزيوت العطريه. طبعا عشان الموضوع يعني بسيط جدا، فالقطرات هتلاقيها بسيطه. الموضوع انا عامله مش عدد قطرات. انا عايز بس ان انا اوصل لك الفكره، او اوصل لك الفكره ان انتوا تستخدموا العطر ده كاتجاه رياضي للناس الرياضيين، الناس اللي بتحب الرياضه، الناس اللي بتروح الجيم، الناس اللي بتجري. آه، او طبعا بعد الشاور، بعد الرياضه بتحب ان انتوا تستخدموا عطر يكون مش منعش، يديكوا نشاط طول اليوم. وطبعا لما تروح المكتب بتاعك او تروح عملك يعني، يكون الدنيا تكون احسن يعني. ده الهدف من العطر ده. الهدف من العطر ده ان انت تصمم عطرك بنفسك، بدل ما تدفع الافات الريالات، تدفع الافات الجنيهات. تقدر ان انت تستخدم العطر ده بشكل بسيط ومنسق، وتبدا واحده واحده معايا. هنتعلم ازاي ان انت تصمم عطر كبير، او تصمم عطر كمرحله تجاريه، او تصمم عطر كمان وتهديه لحد. ده هيوفر لك كتير جدا. اتمنى ان انا اكون قدمت فكره مميزه. شيء بس مهم جدا، عدد القطرات اللي احنا عملناها ده نقدر نسيبها لحد ما تتخمر. يعني انا عايز الزيوت تاخد تتناسق مع بعض، يعني يكون في ترابط بينهم كده. وده اللي انا عملته بالهيديون. لكن انت كمان لازم العطر يهدى فترة كبيرة. كل ما طالت الفترة كل ما يكون افضل واحسن. بعد كده بتحط عليه الكحول، نسبة الكحول على نسبة الازازة اللي انت هتعملها. غالبا انا بصمم كده كتصميم صغير كده. وممكن تستخدموها كرول، يعني كرول كده تقدر ان انت تستخدموه الزيوت العطريه على طول. وفي عبوات صغيره كده اللي هي بخار، تقدروا ان انتوا تستخدموها برضو. شيء مهم جدا لو انتوا حابين حاجه سريعه يعني ان انتوا تستخدموها.
طبعا كل اسبوع باذن الله بنزل فيديو جديد. تابعني دلوقتي في القناه عشان تعرف كل جديد. ما تنساش تعرف شخصيتك العطريه في وصف الفيديو. طبعا مهم جدا ان انت برضو تاكد ايميلك، عشان بدون تاكيد الايميل مش هيوصلك النتيجه بتاعتك. الايميل غالبا هتلاقيه في الرسائل المزعجه او سله المهملات، يعني غالبا، ولو ما جالكش في البريد الوارد. مهم جدا ان انت تاكد المعلومات دي. بعد ما تاكدها هينزل لك PDF تقدر ان انت تحمله، تقدر ان انت تعرف الزيوت العطريه فين منين، تقدر تجيب منين. اتمنى ان اكون افدتك. لو افدتك ما تنساش تقول لي عطرك المفضل موجود في التعليقات، ده السؤال مهم جدا بالنسبه لكم. هجاوب على كل التعليقات وهشوف التعليقات بنفسي وهجاوب عليها. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.